أسمراني وابن بلد يارا السكري وأصرت لأول مرة عن حياتها. ظهرت الفنانة يارا السكري في ضيافة صاحبة السعادة. دخلت الفن من باب عالم الأزياء والموضة. ابتسامتها اللي لها حكاية ملكة جمال مصر 2023. تامر حسني هو سبب شهرتها. أبوها بالبسكوتية. ولدت في السعودية وعندها 27 سنة. أول لقاء للفنانة يارا السكري بعد مسلسل علق لايت إن نفسها تبني نفسها، تعمل لنفسها اسم وتاريخ فني، تشتغل مع كل نجوم مصر، يعني تعمل لنفسها CV فني. ظهرت لأول مرة مع تامر حسني في فيلم الفلوس 2023. قالوا عنها ان في خلافات بينها وبين احمد العوضي. طلعت وقالت ما فيش خلافات ولا حاجه. تعمل معاه مسلسل الاستاذ اللي مكون من 10 حلقات. كتير الاشاعات في حياتها. اشتغلت مع تامر حسني، قالوا ان في علاقه حب وجواز. نشرت الاشاعات على السوشيال ميديا. اشتغلت مع محمد امام صقر وكناريا. عن علاقتها بياسمين عبد العزيز قالت ما فيش علاقه بيننا، ما اشتغلناش مع بعض. اللي جمع بينهم وشغلها مع احمد العوضي. ايه الفنانه ياسمين عبد العزيز مواصفات فتى احلامها انها بتقول صفات احمد العوضي. مش فارقه معاها انه يكون عنده شنب ولا لا، لكن كويس انه يكون عنده دقن بتميل للرجل الاصلي، بتكون غامقه او قمحاوي او اسمراني. مهم ان يكون ناجح، طبقه اجتماعيه جيده وجدع وابن بلد، يكون مشهور انه ناجح، سمعته جيده، يكون طويل ومصري عادي لو كان متجوز قبل كده، ازاي يكون عنده ذكاء عاطفي ورياضي. التوقعات وتكهنات تبطها بالفنان احمد العوضي. في محاولات منها لانكار حبها لاحمد العوضي، لكن اللسان نطق بالحق. فضح سر حبها لاحمد العوضي. قالت الفنانه يارا السكري اشتغلت مع احمد العوضي دور اسيا في فهد البطل، لكن الدور نجح ونجحت مع يارا السكري. الناس وقتها اتكلموا عن جمالها ورقتها. قالت يارا عن احمد العوضي ان هي كانت خايفه انه في مشهد هيكسر لها كتفها. بعد المسلسل خدت جلسات علاج طبيعي. ضرب العوضي فيها. اما الفنانه ياسمين عبد العزيز فتصدرت ترند جوجل في ليبيا من حيث الشياكه بعد ظهورها في حفل زفاف بنت المنتج محمد السعدي. شاركت ياسمين عبد العزيز فيديو حبينا ناس ما تستاهلش للمره الثالثه، رساله غير مباشره من ياسمين عبد العزيز لاحمد العوضي. اما احمد العوضي بالنسبه لياسمين عبد العزيز هو صفحه وانضوت خلاص، وانا شايفه انه مجرد وقت يعلن احمد العوضي ويارا السكري جوازهم. ربنا يوفق الجميع. تفضل المنافسه بين الزملاء، ده طبعا لصالح المشاهد. تفضل ياسمين عبد العزيز زوجة على عرش السينما والدراما، الميجا ستار ياسمين عبد العزيز.